اقول للشباب ولادي اللي هم مغيبين ومش فاهمين حاجه، شباب الجامعات والمدارس والكليات، ارجوكم حسوا بالخطر اللي جاي على بلدكم واحموها، لان انتوا شباب المستقبل. انتوا شباب المستقبل وانتوا اللي قاعدين. احنا هنموت. انا رغم اعاقتي انا ام زي اي ام واحد فيكم، ونزلت رغم اعاقتي وعامله بتر في رجلي عشان احط صوت لمصر، مش لشخص السيسي ابدا، عشان خاطر مصر ربنا يحميها، وعشان خايفين على مستقبلكم وخايفين على اولادكم، وعشان نبقى ميتين مطمنين على احفادنا وعلى اولادنا. كلمه لشباب مصر بالذات لوجه الله، ارجوكم ربنا يهديكم واصحوا يا شباب مصر، لان انتوا المستقبل. خلي بالكم من بلدكم، ما تخلوش قطر تضحك عليكم ولا تخلي اي عدو يتحكم فيكم، لان هم غلبوا في 73 ما يقدروش علينا، فعايزينكم انتوا تموتوا في بعض، عايزين الشعب المصري يموت في بعضه. وبصوا بص حواليكم يا شباب، انا برجوكم تبصوا بص على ليبيا، على سوريا، على العراق. شوفوا الناس اللي بتموت كل يوم. جيشكم احسن جيش في المنطقه وهو اكبر جيش. لو الجيش ده انتهى مصر انتهى. خلي بالكم من بلدكم ومن جيشكم عمره ما كان عسكر. جيشكم هم اولادنا واخواتنا، وانتوا كمان بكره تخشوا الجيش وتبقوا اولادنا برضه. ما تخلوش حد يضحك عليكم ابدا ولا يفهمكم ان دول عسكر. العسكر دول مرتزقه من جميع الدول، لكن ده جيش مصر، جيش مصر الحقيقي. ولادنا وحبايبنا. وانا ابن اخويا في الجيش وفي اسكندريه وعند القائد ابراهيم، وكل يوم بيتعرض لحتف الطوب وللخرطوش، وبيقول لو انا مت مش مهم في ده بلدي. بيقول لي يا عمتي انا لو مت انا في ده بلدي. احنا خايفين على مصر يا شباب. ارجوكم سيبكم اللي بيحرضوكم على بلدكم، حكموا عقلكم ولو مره واحده بس. حكموا عقلكم، انتوا ليه بيتعمل فيكم كده؟ سيبكم من المغرضين والمرتشقين واللي بيضحكوا عليها قطر بالفلوس. قطر عايزه تدمركم، قطر قابضه من اسرائيل وامريكا عشان تدمركم يا شباب. اصحوا ده انتوا شباب المستقبل. ده الامه ثقافه ايه؟ انتوا مثقفين ازاي يا شباب وشباب كليات وجامعات؟ انا ام مصريه اهو، يمكن ما اميه ما بتعرفش تقرا وتكتب، بس خايفه على بلدي اكتر منكم، وعندي وعي وفهم اكتر منكم يا شباب يا مثقف، يا اللي كل يوم تخربوا في بلدكم وتخربوا في الكليات وتخربوا في مصر. حرام عليكم. اتقوا الله في مصر يا شباب مصر. شكرا. متشكرين جدا يا باشا.